إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. إنما تعيشه الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة من أنواع من النكبات والنكسات والهزائم المتتالية، وقهر لأعدائها لها، ليجعل كل واحد منا يطرح الأسئلة تلو الأسئلة، يرددها ويكررها في ذهنه، والكثير منا ربما يحار في جوابها، والكثير كذلك ربما يخطئون جوابا. هذه الأمة التي أعزها الله تبارك وتعالى وصلت إلى هذا الحد من المذلة والقهر، وتأخر النصر عنها. هي أمة المليار مسلم، وأمة أكبر احتياطي للنفط في العالم، وأمة الأراضي الخصبة. وقبل هذا كله أمة القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قبل هذا كله هي أمة خير نبي وأفضل رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال: أوتيت القرآن ومثله معه. هي خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن الكريم،
ولكن وصل بها الحال إلى هذه الدرجة لسبب رئيس. قبل أن نطرح على أنفسنا هذه الأسئلة وجب علينا أن نطرح سؤالا قبل ذلك: هل هذه الأمة أدت ما عليها؟ هل هذه الأمة حققت أمر ربها فيها؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل حققت هذا الاجتماع وتآلفت قلوبها واجتمعت كلمتها؟ لا تكاد تجد هذا متحققا حتى في مسجد من مساجدها، ناهيك عن مدينة من مدنها أو إقليم من أقاليمها وما أكثرها، أو في الأمة جميعا. ما أبعد هذا الأمر وما أبعد مناله، والحال كما هو في قلوب الناس. إننا قبل أن نطرح هذه التساؤلات وجب علينا أن نراجع أنفسنا: هل نحن هزمنا قدرا وكفى، أم أننا هزمنا بسبب ما كسبت أيدينا؟ والله جل وعلا وعد، ووعد الله تبارك وتعالى حق لا شك في ذلك ولا ريب، ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بل إن هذه الأمة فقدت حتى الشعور بنصر الله جل وعلا. الانهزام الكلي، انهزام على أراضيها وانهزام في قلوبها، حتى أصبح الواحد منها لا يتصور في ذهنه ولا يشعر بقلبه أنه في يوم من الأيام سيعود لهذه الأمة عزها وسترجع إليها الغلبة وسينصرها الله جل وعلا، وهذا آت لا محالة. ولكن بمن يحمل في قلبه هذه المعاني العظيمة، بمن آمن بهذا الحق الذي آتاه الله تبارك وتعالى هذه الأمة وأكرمها به من دون سائر الأمم، لأن الحق لا ينهزم أبدا، لأن الحق لا ينهزم أبدا. فإذا جاء الحق زهق الباطل مصداقا لقول الله جل في علاه. ولكن أصحاب الحق هم الذين يصابون بالهزائم والنكبات، وهذا بقدر ابتعادهم وإعراضهم عن الحق، مصداقا لقول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. شرط، وجواب الشرط هو وعد الله عز وجل، هو وعد الله تبارك وتعالى الذي لا يتحقق إلا بتحقق الشرط استحقاقا. إن نحن نصرنا ربنا جل وعلا بإخلاصنا له في أعمالنا وبتوحيده حق التوحيد وبامتثال أوامره كلها، أن نجتمع على هذا الحق
وأن تجتمع قلوبنا، وأن تتآلف قلوبنا وتجتمع كلمتنا على هذا الذي أمرنا به ربنا جل في علاه، على هذا الذي أنزله على خير أنبيائه وأفضل رسله. حين ذاك يتحقق وعد الله جل وعلا في هذه الأمة، وقد تحقق مع رجالها الأوائل، أولئك الرجال الأفذاذ الذين قهروا أعظم الأمم في زمانهم، لا بكثرة عددهم ولا بقوة في عدتهم، إنما نصروا بالله جل وعلا، نصروا بما حققوه في قلوبهم وتجسد في واقعهم. أمرهم الله جل وعلا أن يكونوا أمة واحدة فكانوا كذلك، أمرهم الله جل وعلا بالتآخي فكانوا كذلك، إخوة متحابين متناصرين متآزرين، جميعهم كالواحد منهم. تحقق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنها الحقيقة التي يريد الله جل وعلا منا تحقيقها، فإن نحن حققنا هذه المعاني العظيمة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا كتابه وأرسل رسوله، تحقق فينا وعد ربنا جل في علاه. إن قلوب المؤمنين الصادقين لتتفطر حزنا وأسى على ما تعيشه أمة الإسلام وعلى ما يتعرض له أبناؤها في كل مكان. تكالب الأمم كلها من يهودها ونصرانييها، من كفارها ومشركيها، من أعدائها، من أهل الملل الأخرى ومن أعدائها، من الفرق التي تدعي نسبة للإسلام وهي حرب عليه، الفرقة التي تدعي أنها من الإسلام وهي أعداء خير رجال الإسلام وأفضلهم. أي إسلام لمن يظن في مثل أبي بكر وعمر وعثمان تلك الظنون الفاسدة ويروجون في حقهم تلك الأباطيل الكاذبة؟ تعالى الله جل وعلا عما يقولون. هؤلاء الذين ما جعلوا هما لهم إلا إبادة أهل السنة حيث وجدوهم، وهم يعلنونها صراحة. كانوا قبل سنوات يخفونها لأن من دينهم التقية، والتقية الكذب الصريح. كانوا يخفونها، الآن لما أصبحت لهم شوكة في تلكم الدولة الخبيثة الصفوية، دولة الرفض والتشيع، أصبحوا يعلنون ذلك بالأقوال والأفعال.
فهم يحاصرون المسلمين، فهم يحاصرون أهل السنة ويقتلون أبناءهم، لم يسلم من شرهم حتى الرضع الذين يقتلون وهم في أحضان أمهاتهم وآبائهم. ما عرف حقد بهذه الدرجة ولا مكر بهذا الخبث إلا في أمثالهم. ومع الأسف الشديد من المسلمين من يغتر بشعاراتهم، ومن المسلمين من يتعاطف معهم، ومن المسلمين من يعتقد أن الفرق بيننا وبينهم أو الخلاف بيننا وبينهم خلاف بسيط في مسائل فرعية، وليس من الخلاف في أصول المسائل. بل والله الذي لا إله غيره أن الذي بيننا وبينهم خلاف في أصول هذا الدين، خلاف في الكتاب، وخلاف في النبوة، وخلاف في مبلغي هذه الرسالة وحفظتها وأمنائها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجمعنا بيننا وبينهم إلا ادعاؤهم أو ما يظهرونه من بعض الشعائر الظاهرة، حتى هذه يخالفوننا فيها. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، ونواسي إخواننا ممن ابتلوا هذه الأيام بشر حقدهم ومكرهم وبشدة عدائهم، أن يصبروا وأن يرابطوا، وأن الله جل وعلا ناصرهم لا محالة، بأن يخلصوا لله جل وعلا الدين، وأن يثبتوا على الأمر، وأن يتسلحوا بالسلاح. رب العزة والجلال يواسي نبيه أيام شدته فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأنه ما من رسول حامل حق والرسل لا شك ولا ريب أنهم حملة الحق إلا وأوذي وابتلي الابتلاء العظيم، ابتلي في عرضه وابتلي في ماله وابتلي في دمه. منهم من قتل وشرد، ومنهم من أبعد واتهم، إلى غير ذلك من أنواع الابتلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يواسي أصحابه بمثل هذه المعاني السامية حتى يقوي في قلوبهم ثقتهم بربهم وبنصره وبوعده. وهم يحاصرون في شعب مكة الحصار الطويل الشديد، وهو يمنيهم بكنوز الأرض، بكنوز كسرى وبكنوز قيصر. ليتمن هذا الأمر مهما علا أو مهما طالت دولة الظلم، فإن الله جل وعلا سيمكن لهذه الأمة وسينصر أولياءه وسيعزهم بعزة دينه. إنه على كل شيء قدير. هو وصاحبه في الغار
وأعداؤهم من مشركي مكة يطلبونهم لأجل قتلهم والتنكيل بهم، والله جل وعلا حافظهم حتى وصلوا إليهم وهم في غارهم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينظر إلى أقدامهم ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم إلى أقدامه لرآنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطمئنه بهذا الذي اطمأن إليه قلبه من وعد الله له بالنصر والحفظ والتمكين. يقول كما قال الله جل وعلا: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال يقول له عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ يطالبهم أعداؤهم محاصرون في هذا الغار، إلا أن أمرا عظيما خصوا به أن الله جل وعلا معهم، هذه التي هي سبب النصر والتمكين. إن كان الله جل وعلا معنا فمن ذا الذي يغلبنا؟ والله لو اجتمعت جيوش الأرض كلها من جنها وإنسها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الله جل في علاه هو القاهر فوق عباده، لا يعجزه شيء ولا يقهره شيء، وهو القوي العزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ومحادة الله جل وعلا ورسوله هي محادته في أمره ونهيه وفي حكمه وهديه مما يقع فيه المشركون أو مما يقع فيه المبطلون من أعداء أهل الحق. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ينصر الله جل وعلا أولياءه نصر استحقاق، ويفيض عليهم من رحماته في مثل أوقات الشدة التي قد يتعرضون لها، نسأله جل في علاه أن ينصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا من أهل السنة في بلاد اليمن، وأن يكون معهم وأن يكون ناصرهم، أن يسدد رميهم وأن يثبت أقدامهم، وأن يجعل الدائرة على أعدائهم، هؤلاء الأخباث الذين عاثوا في الأرض فسادا. وإنه والله أنه من أضعف الإيمان ألا تبقي دولة من دول الإسلام لهم راية ترفع ولا ذكر يذكرون بها، أن تطرد سفاراتهم من بلاد الإسلام كلها، وخاصة من البلاد العربية الذين ما وجدت سفاراتهم إلا لنشر البغي والفساد والشر والتحريش وإثارة الفتن، كما يقع في بلاد الخليج، وكما يقع في لبنان، وكما يقع في سوريا التي يقفون فيها مع النصيرية الأخباث لأنهم من جنسهم
على أهل السنة جميعا الذين يذبحون ويقتلون صغارا وكبارا رجالا ونساء ما سلم من كيدهم ومكرهم وفسادهم حتى الأطفال. نسأل الله جل وعلا أن يكون لهم وأن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يحقن دماءهم وأن يجعل الدائر على أعدائهم وأن يرينا فيهم آياته الباهرات إنه سميع مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأكثروا من الدعاء في سجودكم لإخوانكم لأنهم أحوج ما يكونون لدعائكم. أخلصوا لهم بالدعاء فإنهم في محنة عظيمة وشدة كبيرة. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم بقدرته وقوته وعزته سبحانه عز وجل.